don't speak, even whisper. ايه بعرف كل اللي عم يحضروا الحلقه عم بيقولوا انه خلصنا بقى طلعها. ايمتى رح تطلع؟ هلا. ما انا ناطرها قبلكم وانا محمس عليها قبل يعني ماشي انتم. خلونا كلنا سوا نستقبل ونزقف زقفه كبيره حبيبه قلبي حبيبه الكل the one and only نانسي عجرم. معلش بالاذن بس معلش في مجال ترجع توقف دقيقه. ايه بس لا بدي اشوف. طب شو هذا شو اللي لبستيه؟ هذا شو هي شو الهضامه؟ ميرسي. شو هالجمال كله؟ اسم الله عليك الله يحميكي. ميرسي يا عادل. نانسي بونسوار حياتي منورة يعني كل الناس متشوقين لهيدي الحلقة اليوم. منيح. منيح. بونسوار. وأنا مبسوطة إني معك كمان. حلوين ثيابك كثير. ميرسي. لبست شيء حلو لأنه بدي تطلع الحلقة حلوة من كل النواحي. من كل النواحي. أنا شفتك كنت قاعدة بين الجمهور ونزلت يعني ناوية ترشح على الانتخابات يعني عم جمعي أصوات؟ لا أنا هول الناس اللي بلشت معهم وهول الناس اللي مكفية معهم وهول الناس اللي بكبر فيهم. أصلاً هن انتخبوني يعني هن على طول بينتخبوني وبيعطوني المنصب. بيلبق لك. طيب بالنسبة لهيدا المنصب شو مشاريعك هلا للبلدية؟ قال تسفيد طرقات دايما بيكذبوا بدنا نزفت وبدنا نحسن يا ريت بيعملوا شيء. هلا في منهم بيعملوا وفي منهم بيعملوا حالهم عم يعملوا. مزبوط صح. مزبوط. صح. نانسي لك 5 سنين تقريبا مش عاملة مقابلة يعني نحن قديش محظوظين فيك الليلة. أنا كمان محظوظة فيكم. والله مزبوط اللي 5 سنين. لا أنت حاسبهم. ايه مزبوط لي 5 سنين. ليه ما بتعملي مقابلات؟ مش ما بعمل مقابلات لانه كنت في فتره عم بطلع ببرامج يعني ارب ايدل ذا فويس كيز يعني كانت الناس عم تشوفني على طول موجوده على التي في فحسيتها بتطلع كثير يعني معلش خلص انا معك اليوم هلا بنحكي بكل شيء نعود عن ال5 سنين. ضروري. اوكي لانه ما بينشبع منك والله. ميرسي. هلا بما انه انت من الناس وللناس خلينا بس بهالبدايه نشوف ريبورتاج صغير ونرجع بنتابع. اوكي يلا. وحلمها كبير بس ما خطر ببالهم قديش حملها رح يكون أكبر. ما كان في شيء بحياتي إلا موسيقى وكان همي كتير كيف بدي خلي الناس ينبسطوا. إلك أحلى زهرة يا فراشي نقيله. بنت 8 سنين ودعت طفولتها لتلاقي عيون الناس اللي ما قبلت خلال كل هالمسيرة إلا إنه تضل عليها كل الوقت. جمهورها كبر قد الحلم والنجاح
صار بحجم الشغف اللي سطر مسيرة نجمة طفلة صارت نجمة ألقاب وجوائز عالمية. تفاعل الناس معي بردوا لي شوي من خوفي. She's regarded as one of the most influential artists in the Middle East. كل العالم قول وسمع دي أحلى فرصة عشان نتجمع. شجع حلمك. الوجه الإعلاني لأهم الشركات العالمية صدرت عناوين الصحف العالمية. She is one of the biggest stars in the Arab world. وكانت ضيفة الإعلامية الأولى أوبرا وينفري. Newsweek named her one of the Middle East's most influential people. حياتي غريب وسنيني. وخبرتها الطويلة بالفن شرعت لها أبواب أهم برنامج للهواة، فكانت الحكم الحكيم والمؤثر. من سفيرة للحب لسفيرة النوايا الحسنة بالأمم المتحدة. UNICEF says that it has appointed Lebanese singer Nancy Ajram as a regional goodwill ambassador for the Middle East and North Africa. UNICEF was a dream for me. God had given me so much, so it was my turn to give back. وقدرت هالنجمة الشابة إنها تصير مصدر سعادة وفرح لإلهم، وهيدا كان الهدف الأساس. بالنهاية الفنان بيقدم أعماله للناس، وأنا بعتبر إنه لو ما من محبتهم لإلي ولو ما من وجودهم بحياتي ما كنت أنا وصلت على اللي أنا فيه هلأ. محبة الناس نعمة وبتمنى إني حافظ عليها كل حياتي. لتكون تشبه نانسي عجرم بده يكون عندك قلب طفل، عقل فيلسوف، إيمان ناسي، نضال محارب، شغف عاشق، خيال حالم، ورقي ملكي. النجاح بمسيرة نانسي عجرم ما كان بكبسة زر، بل كان وليدة شقة وصبر وسهر وتضحيات كبيرة. ولأنها قدوة ومثال للنجمة والأم المثالية قدرت تصنع لنفسها اسم من ألماظ، اسم على الأكيد رح ينذكر ويتخلد بتاريخ الفن الحديث. يا فان كلاب نانسي، يا عجارم بدنا نشتغل. نانسي قد ما فيكي ضلك عم تطلعي بشهادي وعم له حركات على انه تكي بيخفى. بالعكس لازم يوعى بس اعمل له حركات. ما لا بس يجي ترم نومه ترم العسه ما عنده مشكله يعني. لا نانسي بيت عجرم كتار بلبنان؟ اكيد كتار. طب انتم بيت عجرم تعتبروا مع 8 او 14 اذار؟ في العجاريم كلهم هون مش مكفينا. نحن عائله كثير كبيره. عائله كبيره ها؟ نحن عشيره كثير كبيره. انتم بيت عجرم 8 ولا 14؟ هلا بعدها نبلش الحلقه دغري هيدا السؤال دغري بدك تسالني اياه. هلا انا هيك يعني ناخذ فكره عرفتي؟ شوف هلا انا موضوع السياسه وخاصه بلبنان ما بيجذبني كثير يعني. بس انه اذا بدك جاوبك هيك جواب صادق ومثل ما انا بحسه، انا الاثنين سوا. الاثنين سوا. انا 8. بتعرفي ليش عم بسالك؟ انا 8 و14 وانا 8 و14. ايه واذا بتطلع على مجموعهم ايجال 22 يعني يوم عيد الاستقلال اللبناني.
يعني انا هيدي صوره لبنان يلي بحب شوفها على طول. بس هلا اكيد ما بدي اكون مثاليه يعني او ايتوبيك كثير واجي اقول لك انا هيك او هيك، بس انه مش عيب انه قل لي كيف بدك تقول لي شيء. بدي اقول لك شيء لانه انت الفنانه الوحيده يلي ما بنعرف هي مع مين سياسيا. يعني كيف قادره تخبي؟ مش عم خبي انا هيك يعني. هلا مش عيب ابدا انه بلبنان اكيد عنا انتماءات او عنا متابعه لحزب معين، بس اهم شيء انه ما يكونوا على مصلحه لبنان. يعني بتشوف بكل بلدان الحضاريه في كثير يعني بيتحاربوا على الاحزاب، بس ولا مره كانت على مصلحه بلادهم، مصلحه بلدهم يعني. وللاسف انه نحن بهالبلد هون دائما الحزب هو اكبر من لبنان، الانتماء للحزب هو اكبر من لبنان، والناس صارت عم تلحق الحزب اكثر ما بتلحق بلدها. فهيدا الشيء اللي انا بزعلني، ومن هون فيني اقول لك انه انا مع لبنان يلي بيضم الكل، ومن هون ورايح كل حدا بيقدر يروح على الحزب اللي هو بحبه، هذا الشيء بيرجع له. بس هيك شي مره فكرت تهاجري؟ لا ابدا. أنا شخصيا ولا مره فكرت هاجر، ولا طنت ببالك؟ ولا طنت ببالي، كانت اشاعه. لا بتعرف طلعت اشاعه انه ايه مزبوط، طلعت اشاعه انه انا بدي هاجر البلد وهيك. لا انه اكيد ما بفكر هاجر، ودليل انه بعدني هون ولهلا يعني. بس يعني اذا بفكر بولادي بعدين بمستقبل ولادي، انه بالنهايه انا مسؤوله عن اشخاص. صح. فاذا شيء بده يمس امان ولادي، يمكن انه فكر انه ولادي بعدين بالمستقبل يروحوا اكيد. طب واذا ثلجت كثير بالسهيله عندك شو بتعمل؟ بتفكري تنقلي؟ ثلجت كثير وما فكرت انقل. عن جد؟ وجبت فادي لعندي. واذا شمست؟ اذا شمست احلى طقس بكون بالعالم. طب اذا هالقد بتحب لبنان شو بتقولي له؟ بقول له لا مينور. لا مينور تقولي له؟ لا مينور بقول له. بتلوج الدنيا وبتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. وبتتلوج الدنيا وبتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. بخبيك بعيني وبقلك غنية، تلجك المحبة وشمسك الحرية. وبتتلوج الدنيا وبتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. وبتتلوج الدنيا وبتشمس الدنيا، ويا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا. والله كتر خيرك عم بتدق مع نانسي. قلت لك عم بتعب. بالعاده ما بحب يدق عربي. لانه نانسي اكيد. أوكي. لا عم بدق عم بدق شرقي غربي شوي. مزبوط صح. باين ما باين. نصي نص. نانسي ايمتى بتكوني نانسي عجرم وايمتى بتكوني مدام الهاشم؟ انا كنت نانسي عجرم اوكي قبل 2008. اوكي. بعد 2008 صرت نانسي عجرم الهاشم. اوكي. يعني هلا انا نانسي عجرم على طول على المسرح. اوكي. انا وحامله المايك وعلى المسرح انا نانسي عجرم. ايه. بس بتعرف انا من جوا على طول انا نانسي الهاشم، لانه بحس انه عائلتي هي جزء لا يتجزأ مني، وبحس انه هيك دائما انا بالبيت مع حبيباتي، مع ميلا وإلا ومع جوزي وهيك انا نانسي الهاشم يعني على طول. نايس حلو. على فكره نانسي هو اسمي المضبوط. ايه ليش مين فكر انه اسمك؟ لا انه بس عم اقول لك يعني. عن جد؟ ليش في تعرفت على جوزك دكتور فادي الهاشم. كنت عنده بالعياده حكيم اسنان هو. وقت طلب ايدك كيف كان بيشتغل لك بتمك وهيك؟ لا بتعرفي ليش؟ لانه بالعاده فظيعين حكم اسنان، ما بيجي الحكي والسؤالات الا بس يكون عم يشتغل
يبقى واحد فتح ما هيك؟ ليش انا كان فيني احكي مكان الخير بر بتمي كل الوقت. يعني هيك يعني انت كان عم يشتغلك بتمك وقال لك نانسي بتجوزيني انت بدك تقولي لا هو مش هيك طلب ايدي قال لك اوكي للزواج. خلص. هو مش هيك طلب ايدي للزواج، اصلا انا وهو عم يشتغل لي كنت بس اسمع غزل، ما كنت اسمع شيء ثاني، كان يتغزل فيه كل الوقت. ايه؟ هو عم يشتغل لي. وانت شو عم تعملك بهالوقت؟ انت عم تطلعي وبتعملي له كيف؟ لا انا لا بس مش هيك طلب ايدي للزواج. كيف طلب ايدك؟ طلب ايدي للزواج على كريسماس جاب لي سوليتير. هيك طلب ايدي للزواج. بس نحن يعني تطورت علاقتنا بطريقه كثير حلوه، اول شيء كنا فريندز، بعدين كلوز فريندز، بعدين اجى سوليتير. حلو. وتجوزنا. حلو. هول كلهم قبل 2008. حلو. هلا بيعمل لك مشاكل اذا ما فرشيتي اسنانك 3 مرات بالنهار؟ او مثلا اذا اكلتي كثير شوكولا مثلا بصير انه لا ليك انا بفرشي اسناني 3 مرات بالنهار. اوكي. بس ما في شيء بوقفني عن شوكولا. حتى هو؟ ولا هو شوكولا نوار يعني، بس اكيد بس ما في شيء بوقفني عن شوكولا، بحب كثير شوكولا. انه بس تكوني قاعده انت وياه مثلا، الناس بتحب تعرف يكون عندها حشريه مثلا، وخاصه الفانز مثلا، قاعده انت وجوزك مثلا، انت مثلا بتحكي مثلا هذا الالبوم بدي هلا بفكر نزله كذا، هو شو برد عليك مثلا؟ في وحده كانت نيرتها اليوم خزقت لها هيك الحديث، بتحكوا مثلا عن شغل بعض؟ هي اكيد بيجي بخبرني عن شغله، وانا كمان بخبره عن شغلي وبساله كثير وبستشيره بكثير قصص، لانه فادي هو يعني هو حكيم اسنان بس ارتيست بذات الوقت، فمشان هيك انا بستشيره كثير قصص. بعده بغني لك اتوا قوي؟ غني لك اياها وقتها بالعرس اذا ماني غلطان. كان يغني لي اياها قبل العرس. وغني لي اياها بالعرس وبعد العرس وبعدني لهلا. وبعده لهلا بغني لك اياها؟ هلا انا بغني له اياها لانه اكتشف انه صوتي حلو وانا بغني. بعدين اكتشف؟ طيب بدك تغني له اتوا؟ À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens tresses charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À toi, à toi. رح ناخذ بريك. اون روتورن شي توا. اوكي. بريك. داكور.